صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح يوم جميل كده في أيام جميلة ومبروكة وربنا يبارك لنا فيها بنعيشها اليومين دول. عارفين رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، شايفين التفاصيل البسيطة اللي قدامكم دي هي دي الجمال اللي لسه موجود في مصر، زينة رمضان والأنوار الجميلة وأولادنا كده لما بيتجمعوا مع أولاد الجيران كده ويلموا مننا فلوس عشان نعلق الزينة ونفرح نفسنا كده بدخلة رمضان يا رب. يا رب يجمعنا دايما بخير فيه ويجعل أيامنا كلّها فرح وسعادة يا رب، ويبعد عنا الاكتئاب، علشان إحنا زي ما اتفقت معاكم إحنا هنعيش مرّة واحدة، يا رب نعيشها بالحلو بس، ونتقبّل كل حاجة وحشة كده ونرميها ورا ضهرنا، علشان هنعيش مرّة واحدة. هاشارككم النهارده يوم جميل في حياتي كده، أول يوم رمضان، بما إني يعني إيه، هادّيكم لقطات كده عن كل حاجة في الأحداث اليوم بتاعتي. بدأت معاكم الفيديو بالزينة الجميلة اللي في الشارع بتاعي، وبعد كده في أجواء في الشقة بتاعتي. الكلام ده كان الساعة 16:30 على فكرة، كنت الحمد لله خلّصت الأكل والشقة إلى حدٍ ما الصراحة مرتبة أو منظمة زي ما أنتم شايفين كده، وعاملين الأنوار بتاعة رمضان علشان كده نفرح، والأكل كان خلصان، وطبعًا الراعي الرسمي في اليوم دوّة إيه يا أميرة في الأكل؟ محشي طبعًا، مصر كلها عاملة محشي يا جماعة، أنتم بُصّوا الناس اللي متابعاني من أي بلد غير مصر اكتبوا لي في الكومنتات أنتم وكلتوا إيه أول يوم رمضان. وبعد كده بقى عايزة أطلب منكم طلب صغيّر كده فضلًا، 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 عايزاكم تدعوا دعوة من قلبكم كده وأنتم بتصلّوا لمتابعة عندي في القناة، أنا باحبها جدًا، باحبها في مع إني لسه من قريب والله عارفاها، بس باحبها جدًا، إن ربنا يرزقها يا رب بالخلف الصالح والذرية الصالحة، ويقِر عينها بأولادها بالبنين والبنات كده، والاقيها كاتبة لي في الكومنتات بتاعتي إن هي حامل إن شاء الله. النهارده الفيديو هاشارككم لأول مرّة مع أولادي التوأم. أيوه يا أيوه يا أميرة عندِك توأم، آه عندي توأم، وعايزة أقول لكم إن أنتم عايزاكم بالإضافة إن أنتم يعني تدعوا لها إن ربنا يقر عينها يا رب بطفلين مشافين معافين كده وتوأم وتفرح بيهم، يعني ويقويني على أولادي. هاتكلم معاكم النهارده عن تجربتي مع التوأم، بس برضه هاقول لكم الأول أنا باعمل إيه. أنا في اليوم ده طبعًا عملت لهم تمر وعملت لهم فراولة في الكوبايات الجميلة دي اللي إحنا جايبينها بتاعة رمضان، وده بقى الغدا بتاعي، المحشي ورق العنب ومحشي كرنب والعصفور والسلطة ومحشي كوسة. الكوسة يعني بُصّوا هي الكوسة مستوية شوية وفيها شوية صوص من تحت كده علشان أنا ولادي بيحبوها بالطريقة دي، فأنا عاملاها لهم زي ما بيحبوها، وهنا الفراخ متحمرة، والمغرب في الوقت ده كان الله أكبر، وكده هنفطر بقى والله يعني والحمد لله دائمًا وأبدًا على كل نعمة ربنا بيدّيها لنا، والحمد لله دائمًا وأبدًا على أي حاجة عاملينها سواء كده أو أي حاجة تانية. بعد كده بقى عايزة أقول لكم إن اللي أنا باعمله دي حاجة كده عارفين اللي هي بتقتحم القلب كده، اللي هو يعني إيه يا أميرة بتقتحم القلب؟ أم علي، أم علي دي يعني أكلة كده أو حلويات من نوع اللي هي تحسي إن هي إيه، تحبيها من أول نظرة، تحبيها من أول ما تدوقيها كده، وأنا كأميرة الصراحة باحبها جدًا أنا وأولادي. حماتي أنتم عارفين حماتي في الأول ما كانتش بترضى تاكلها خالص، وكانت تقعد تقول لي لأ. كنت أقعد أتحايل عليها كتير، أقول لها طب دوقيها بس، طب دوقي بس وقولي لي لو مش عاجباكِ ما تاكليهاش تاني، تقول لي لأ خالص، لحد في مرة كده قعدت أقنعها، أقنعها لحد ما وافقت إن هي تاكلها، ومن ساعتها وهي أدمنتها، بقت تقول لي خلاص يا أميرة أنتِ مش عودتيني عليها عايزة على طول طبعًا طاجن. أنا باعملها زي ما أنتم شايفين كده في الطواجن، باكسّرها الأول، بعد كده أحُط عليها معلقة مكسّرات كل طاجن بالطريقة دي، وبانزل عليها طبعًا باللبن السُخن اللي متحلّي كويس طبعًا، أهم حاجة السُكّر في الوقت ده تبقي محلّياه كويس جدًا، جدًا، واللبن يبقى سُخن جدًا. يعني أنا بعد ما باسخّن اللبن وأحُط عليه سُكّر، بارجع أسخّنه تاني علشان أبقى أدخّلها تحت الشواية، أنا بادخّلها تحت الشواية مباشرةً على فكرة، ما باولّعش عليها الفرن خالص ولا حاجة، تاخد يا دوبك إيه اللي هو عارفين س غ يعني إيه تعمل وِش كده وباهدّي الشواية وباقف جنبها اللي هو أنا أتابعها بس كده وهي بتحمّر وشّها. بالنسبة للوش بتاعها بيدّي حمار من إيه يا أميرة، أنا كنت باستخدم كريم شانتيه على وشّها، لا باحط زبدة، بابشر شوية زبدة كده وعلى الوش كده وباقعد إيه أرشرش عليها. بما إني الصراحة ما اكدبش عليكم الدنيا بقت غالية جدًا والكريم شانتيه غالي وكل حاجة غالية، فبنحاول إيه نقتصر اليومين دول، يعني الزبدة مش هتقول حاجة وبرضه طعمها هيبقى حلو جدًا. وهادخّلها الفرن طبعًا وبابقى متابعاها كده لحد ما وشّها يحمر وتبقى جميلة، وبتطلع زي ما أنتم شايفين كده حاجة تدخل القلب على طول زي ما باقول لكم كده. أنا بقى باحبها إيه أو إحنا بنحبها إزاي، سايحة في اللبن كده، مش عارفة أقول لكم إيه، اللي هي تبقى مش ماسكة كده، اللي هي أمّا تيجي تطلّعي بالمعلقة كده تلاقي اللبن كده سايب فيها، بتبقى خطيرة بجد. وده كان الحلو بتاعنا في أول يوم رمضان، وزي ما أنتم شايفين كده إرادتهم، حاولت أرضيهم. هنتكلم بقى على الموضوع اللي أنا يعني أساسي مثلًا في الحلقة بتاعتنا أو في الحلقة بتاعتنا، أنا بنتفرج على مسلسل يا أميرة في الفيديو بتاعنا النهارده. أولادي التوأم، أنا الحمد لله يا رب معايا طفلين توأم،
عندهم 7 سنين. عايزة أقول لكم إن تجربة التوأم دي فيها حاجتين كده، اشتياق كده إن أنتِ تشوفي الأطفال دي بتعمل إيه الاتنين التوأم في التعامل مع بعض، في لمّا بيتخانقوا، في لمّا بيلعبوا مع بعض، وفي الجانب التاني اللي هو الإرهاق بقى بتاعِك أنتِ، التعب بجد، التعب أضعاف، أضعاف لمّا غير ما يبقى طفل واحد. بجد يعني عايزة أقول لكم إن تجربتي معاهم وهُم صغيرين كانوا صعبة جدًا، جدًا، عشان كده باقول لكم ادعوا لي ربنا يقويني والله. كان ناس كتير يقعدوا يقولوا لي: "يا أميرة ما تستعجليش إن هُم يكبروا." كنت أقعد أقول: "إمتى هيكبروا؟ أنا تعبت مش قادرة من شيلهم وحطّانهم." وحاجات كتير كده. كانوا يقعدوا يقولوا لي: "ما تستعجليش، ده بعد كده المجهود هيبقى أضعاف." كنت أنا ما بيني وما بين نفسي مقتنعة جدًا، جدًا إن لمّا يكبروا شوية حتى لو هندخل في مرحلة تعليم أو هيبقى المسؤولية أكبر، بس هارتاح. وده على فكرة حقيقي جدًا، لو أنتِ ربنا يرزقِك بتوأم، سيبِك من أي حد هيقعد يقول لِك لأ، ده هُم صغيرين أفضل لمّا يكبروا هيبقى أحسن وما أعرفش إيه، لأ على فكرة عايزة أفهّمِك لأ سوري العكس، لمّا هُم صغيرين أفضل وأمّا يكبروا هيبقوا أصعب من كده، لأ على فكرة وهُم صغيرين على قد ما أنتِ بتبقي مرهقة جدًا، أيوه هو بيبقى تعب جدًا، مجرد ما بيمشوا على رجليهم قدامِك كده ويبدأوا هُم مثلًا يخدموا نفسهم في حاجات معيّنة ويعملوا لنفسهم حاجات معيّنة، الموضوع بيبقى سهل شوية عن ما بتبقي أنتِ اللي بتشيلي وتحطي وتعملي كل حاجة، وده الأستاذ محمد ادعوا له دعوة حلوة من قلبكم كده ربنا يهديه ليّا علشان هو شقي، بجد ربنا يهديه يا رب ويصلح حاله اللهم آمين. الحمد لله التجربة بتاعتهم بجد هي تجربة صعبة صحيح، بس لمّا دخلوا المدرسة بقى، تجربة التعليم دي حاجة صعبة، عارفين اللي هو إيه، بتتعاملي مع دماغين، وكل دماغ سبحان الله في التوأم دول تلاقي كل دماغ ليها دماغ غير التانية، حد تلاقيه بيفكّر بطريقة وحد بطريقة تانية خالص، حد مستوى ذكائه معيّن وحد مستوى ذكائه في اللعب مثلًا زي الأستاذ اللي قدّامكم دوّة، حد خطّه حلو وحد خطّه كده منحكش يمين وشمال. فربنا يعيننا عليهم يا رب ويرزق كل مشتاق زي ما قُلت لكم، و وادعوا لي بقى، ادعوا لي ربنا يقويني عليهم كده، وده كده يعتبر برضه الروتين بتاعهم في أول يوم رمضان، أو ده الروتين اللي باعمله ما وراء الكواليس، عارفين أنتم ما وراء الكواليس إن أنا مثلًا باشارككم الروتين اليومي، وعمري ما شاركتكم مثلًا حاجة في حياتي، أو إيه اللي باعمله مع أولادي، هو ده مثلًا الجزء اللي بيبقى ورا الكواليس، اللي هو بعد ما أخلّص الشغل اللي باعمله في البيت، باغيّر لهم زي ما أنتم شايفين، باحمّيهم لأ، بس النهارده الصراحة أنا ما حمّيتهمش لسبب إن هُم كانوا تعبانين، حتى أنتم هتشوفوا وِش ملك في آخر الفيديو كانت تعبانة أوي، وأنا كنت يعني أصلًا رايحة أكشف عليها، أنا باغيّر لهم كده عشان آخدهم وأكشف عليهم عشان هُم تعبانين ربنا يشفيهم ويعافيهم. نقعد نذاكر بقى، والمذاكرة دي حاجة صعبة، هُم في أولى ابتدائي، مرحلة التأسيس، عارفين أنتم مرحلة التأسيس دي مرحلة العذاب، مرحلة الأم في الوقت ده بتقعد تقول لنفسها أنا إيه اللي خلّاني يعني أخلّف، عارفين اللي هو الموضوع ده، أنا اتعلمت وخلاص، يعني أنا كان مثلًا كل فكري في الدنيا إن أنا أمّا أخلّص تعليمي وأخلّص جامعتي أنا كده دي أقصى حاجة أنا تعبت خلاص، طلع إن اللي جاي بعد كده في تعليم وتأسيس أطفال حاجة تانية، وإن المنهج الجديد حاجة صعبة بجد غير المنهج القديم خالص. بالنسبة بقى لشعر مَلَك دوّة، أنا على فكرة مش اختصاصي خالص، اختصاص مين؟ اختصاص بنتي الكبيرة سلمى، هي أصلًا بنتي سلمى دي بُصّوا طول النهار قاعدة بتلعب في شعر مَلَك، بتعمل لها قصّات وفورمات، ده هي النهارده ما عملتلهاش حاجة عشان أختها تعبانة وقعدت أزعّق لها أقول لها سيبي أختِك تعبانة، كل مثلًا ما أنا أشطّف مَلَك أو أغيّر لها سلمى تاخدها تقعد تعمل لها شكل جديد في شعرها وتصوّر في الشكل اللي هي بتعمله. وكده الفيديو بتاعي خلص النهارده، اديتكم نبذة بسيطة بس كده عشان يبقى معانا ما بيننا تواصل على طول كده عن اليوم بتاعي، وإن شاء الله هاجي لكم في فيديو قريب وروتين وتحفيز، بس نتشجع إحنا بس كده شوية في رمضان. باي باي.